الإمام الصادق عليه السلام ينقل رواية عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه دعاه الخليفة آنذاك إلى الشام، فراح الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام. بالطريق ينقل الرواية الإمام الصادق عليه السلام يقول بالطريق كان الوقت قبل المغرب قبل الغروب، جن الظلام علينا، قبل لا يجن الظلام عصرا يقول احنا خيمنا في منخفض جبل، قعدنا احنا وجماعة ويانا هواي. يقول وكان أبي جالس ينظر إلى الجبل، يعين على الجبل، يعني الإمام الباقر عليه السلام. يقول وإذا شفنا صف طويل، ناس خط طويل واقف على كهف، ناس تطب وناس تطلع، ناس تطب وناس تطلع على الصف على الخط الواحد. فالإمام الباقر سأل، قاعد نتكلم عن من مولانا، نتكلم لا إكراه في الدين، خلي في علمك وخلي موضوعية للكلام إن شاء الله، وأن الإسلام يفرض رأي بمن؟ بالمنطق والعقل، مو بالسيف والدم. فالإمام الباقر عليه السلام سأل، قال شنو القضية هذول الجماعة خبصة سائرة شو طابة وطالعة شنو هذه؟ قال له يا ابن رسول الله هذا رجل يهودي عالم من علماء اليهود، عالم من علماء النصارى، عفوا عالم من علماء النصارى، هذا لا يأذن إلى النصارى بالدخول إلا بالسنة مرة جماعة يجون يزورونه، اللي يسأل سؤال، اللي يريد يشوفه، اللي كذا، بعدين يروحون إلى قابل إلى سنة. قال لهم هذا عالم، قالوا له هذا أعلم أهل النصارى، أعلم واحد منهم، أعلم العلماء. قال لهم نروح نزور نمر عليه. فاجى النبي أو اجى الإمام الباقر عليه السلام ومع مجموعة من المسلمين ويا الإمام الصادق عليه السلام، ينقل الرواية منه الإمام الصادق عليه السلام. يقول وصل أبي، لما وصل الإمام تلثم بلثام الإمام الباقر عليه السلام ودخل. من دخل مولانا قعد مع النصراني شيبة كبير بالسن قاعد، التفت إلى الإمام الباقر عليه السلام، ايش قال له؟ قال له أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ الأمة المرحومة يعني الإسلام، لأن الله رحمنا بأن نبينا لم يدعو علينا مولاي، زين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال له أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ الإمام الباقر قال له من الأمة المرحومة. اسمع عيوني، هاي السؤال الثاني جدا مهم كله درس. قال له أنت من علمائها أم من جهالها؟ أنت من الأمة المرحومة، من علمائها أم من جهالها؟ لو يسألني أنا جاهل شقول إيه؟ أنا العالم، أنا المتفرد، أنا المتوحد مولانا بالعلم، وأنا أكو بعض الناس متعلم له حكايتين بعد هو الأبو كله وليداته مولاي، بس هو اللي يفتهم، الناس كلها ما تفهم. زين بصراحة هاي موجودة هواي. زين أنا هاي الأنانية ما أدري متى تروح. فالشاهد مولانا العزيز، شوفوا الإمام الباقر وهو أعلم أهل زمانه. الإمام الباقر إمام افترض الله طاعته على العالمين، الذي بقر العلم بقرة. شو يقول الإمام الباقر؟ سأله قال له أمن علمائها أم من جهالها؟ إيش قال له الإمام؟ ما قال له أنا عالم، قال له لست من جهالها. شوف الأدب، شوف الدرس. قال له أنا ماني جاهل، لست من جهالها، ما قال له أنا عالم، قال له لست من جهالها. قال له أسألك أم تسألني؟ النصراني قال الإمام ايش قال له؟ قال له بل سل عما بدالك، شو تريد؟ اسأل. قال له أسألك، قال له سل. قال له اخبرني عن قبر سار بصاحبه. هاي الأسئلة كانت مطروحة على المولى أمير المؤمنين، معروفة جدا. اخبرني عن قبر سار بصاحبه، هذا واحد. الثاني قال له اخبرني عن أرض ضربتها الشمس مرة واحدة. هاي اثنين. طبعا ذكروني ترى انساها، أنا خاف أنسى لي سؤال أنت ذكرني أجاوب عليه. لا بصراحة ما كان بيترك. زين هاي اثنين. الثالث قال له اخبرني عن خلق من مخلوقات الله أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس. هاي ثلاثة. أربعة قال له اخبرني عن حال أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يخرج منهم شيئا، لا يتغوطوا، ما يطلعش من عندهم، مو مثل البشر احنا بدنا ناكل ونشرب وكذا، لكن هناك ماكو بعد. قال له اضرب لي مثالا في الدنيا. كم سؤال صار؟ 3 ولا 4؟ 4. الإمام أجابه الإمام الباقر عليه السلام، قال له أما السؤال الأول أنه أخبرني عن قبر سار بصاحبه، فهذا أخي يونس في بطن الحوت،
الحوت صارت مثل القبر إلى وقطعت البحار مولانا، فهذا قبر سار بمن؟ بصاحبه. قال له أحسنت. الثاني قال له الثاني اخبرني عن أرض ضربتها الشمس مرة واحدة. قال له هذا وين؟ عافية. هذا قعر بحر النيل لما انفلق لموسى عليه السلام، انفلق البحر، وهذا بحر ما تقول شط له نهر مولانا، بحر انشق، ضربته الشمس مرة واحدة ثم رجع البحر كما كان بعد ما أصابته الشمس. قال له أحسنت. هاي اثنين. الثالثة قال له أخبرني عن خلق من مخلوقات الله لا من الجن ولا من الإنس أنذر قومه. قال له هذه، جاوبني عافية، قال له هذه نملة سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي إلى آخر. زين. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذه النملة. ثلاثة، لا من الجن لا من الإنس. الرابعة قال له أخبرني عن حال أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يخرج منهم شيئا. أضرب لي مثال في الدنيا. قال له هذا كالجنين في بطن أمه، ياكل ومتغذي 9 أشهر لكن يطلع منه شيء مولانا؟ ما يطلع منه شيء. قال له هذا حال أهل الجنة. التفت هذا النصراني إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له أخبرتني أنك لست من علمائها. قال له بل أخبرتك أني لست من جهالها. قال أنا قلت لك ماني جاهل، ما قلت لك أنا عالم، قلت لك أنا ماني جاهل. قال له أسأله سؤال بعد أفحمك به. قال له اسأل. شنو السؤال؟ السؤال جدا معروف، ما راح نحن نذكر مفصلا اللي عام ذكرناه. زين. قال له اخبرني عن أخوين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة، واحد عمره 50 سنة وواحد عمره 150. هذه معروفين بعد. الإمام أجابه قال له هذا عزير وعزرا. عزير نبي، عزرا مو نبي مولانا. هذا عزير اللي هو نبي كمل ويا أخوه توم، هم 25 سنة كملوا، 25 سنة لحياهم سود وشعرهم أسود، إلى أن هذا عزير صعد على بغلة عند حمار جلكم الله، أو راح مر على قرية، شاف لقرية السقف طايح، الحيطان واقفة تسفي عليها الريح والرمال، لا حياة، لا كذا، لا ناس، لا شجر، لا ثمار، لا نهر، لا كذا، لا بيوت ميتة يعني. خلينا نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طبعا هذه تقديم هذه على الله بها سر، أنى يحيي هذه الله، ما قال يحيي الله هذه، لا، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله سوى بمولانا؟ راح وصل إلى كهف، حكاية وراح وصل إلى كهف مولاي، جاء جوع شديد، طب الكهف، طلع له خبز، عنده خبز راد ياكل الخبز، خلى الخبز بين أسنانه، وإذا الخبز جاف يابس ببداهة الحال، إذا الخبز يابس وين يخلي الخبز مولانا؟ خلي بالماء، طلع الماء، خلى الخبز بالماء، يعني ما يكلف 5 ثواني 10 ثواني، لا دقيقة 5 دقائق ساعة ساعتين يوم. يتخلل الماء في الخبز، تترطب تاكله وترتاح خلاص. زين. خلى الخبز بالماء، بمجرد أن وضع الخبز بالماء الله أفضى عليه نعاسا شديدا جدا، نعس شديد، خلى راسه نام لو مات، نام. أصحاب الكهف ناموا لو ماتوا أصحاب الكهف؟ ناموا. هذا زلمتنا مات لو نام. لا ايش تقول فأماته. اي انا اريدك تتواكب وياي بالحكي، ما شاء الله عندك ذوق بالكلام، وعندك ذوق بالكلام والفكر يعني، وعندك جواب ادري بك. فأماته الله 100 عام، 100 سنة مات مولانا، ما ادري طشت لو رشت، هذا يعرس وذاك يموت، وهذا يخلف، وهذا يبني، وذاك يهدم، وهذا يزرع، وذاك يحصد، وهذا ما يدري من بعد 100 سنة. 100 سنة مو حكاية، مو عدلك يوم لو شهر لو شهرين، 100 سنة. ثم بعثه، ثم تفيد التراخي. ثم بعثه، قعد، لما قعد قال له كم لبثت؟ ايش قد انت نمت؟ اول قبل لا ينام، توجه هاي قبل لا ينام عاين على الشمس، شاف الشمس قبل الزوال. تعرف الزوال شنو؟ الزوال الشمس تطلع من المشرق مولانا وتغرب في المغرب، تجي تطلع من المشرق مولاي، تتحرك الى ان توصل الى نقطة في وسط السماء، تصير الشمس على رأس الإنسان شنو؟ عمود. هذا شيء يسمونه نقطة
الزوال اللي احنا وجماعة يأذنون، واضح مولانا؟ نأذن. إذا مالت الشمس من المشرق إلى المغرب شو يسمونه؟ هذا يسمونه قبل الزوال، هذا يسمونه بعد الزوال. هذا زلمتنا قبل لا ينام طلع راسه من الكيف شاف الشمس وين؟ قبل الزوال. من قعد الشمس بعد الزوال. قال له كم لبثت؟ أول قال لأن نومه زينة شو معدلة مولانا، بعد 25 سنة عمره وشعره بعد أسود ولحيته سودة. أخوه كم سنة عمره؟ 125، شعره أبيض ولحيته بيضة وكذا تعبان. قال له كم لبثت؟ أول قال له لبثت يوما. بعدين عين على الشمس شاف الشمس بعد الزوال. قال له أو بعض يوم، يمكن سويعات نمت يعني لأنه قبل الزوال نمت هسه قعدت. قال له بل لبثت 100 عام. قال له والدليل؟ قال له الدليل انظر إلى طعامك لم يتسنى. طبعا باختصار قاعد أجيبها أنا خاطر أخلصها لأن بعدنا ما حكينا عن الآية شيء. زين. قال له انظر إلى طعامك لم يتسنى. لم يتسنى يعني لم يتغير. مولاي 100 سنة الماء بالخبز أو الخبز بالماء، 100 سنة 100 سنة، مو حكاية مولانا، مو ساعة وساعتين. على قولة أمهاتنا بعد ساعة ساعتين أو يوم من الخبز يقطن. زين. هذا ماكو، ما تقولوا له يقطن له ولا أنتم. زين. هذا مولانا 100 سنة 100 سنة الخبز بالماء، لا الخبز متغير ولا الماء تغير ولم يتخلل الماء بالخبز 100 سنة. أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من بعدها قال له قال له انظر إلى حمارك هذا المربوط. راح مولاي شاف الحمار تعبان ماكو بس عظيمات هذه. قال له انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها. هاي ثم تفيد الترتيب، ذيك ثم بعث تفيد التراخي. اكو فرق بين ذيك وهاي، واضح مولانا؟ قال له عين واذا مولاي صور الموقف، صور الموقف مو مجرد تسمع، صور الموقف. واذا هذه العظام هيك وقفت، العظام بقدرة الله وقفت، اتصلت العظام بعضها مع بعض، وجاء اللحم فكسى العظام، وجاء العرق وجاء الجلد وجاء الشعر، ورجع الحمار حيا كما كان. رجع نفس الشيء. زين. قال له الآن ارجع لبيتك. هاي الرواية قاعد ننقل الإمام الباقر عليه السلام صعد على ظهر البغل الحمار ورجع. من رجع مر على قرية كلها بساتين وكلها شجر ونخل وثمر ونساء ورجال وسوق وأطفال، هذا يشتروا ذاك يبيع وكذا. فقال له إلهي شنو هذه القرية؟ لم تكن هذه القرية لم تكن. قال له نعم هذه القرية التي قلت عنها أنا يحيي الله هذه بعد موتها. الله أحياها لو ما أحياها؟ الله أحياها. زين. قال له روح لأهلك. وصل إلى بيته. طبعا أكو بيوت متغيرة وأكو ناس وأكو مولانا الأماكن والأزقة والشوارع متغيرة. وصل إلى داره. وصل إلى الدار شاف امرأة عجوز ضريرة يعني عمياء ما تشوف قاعدة بالباب. قالها هذا بيت عزير؟ قالت له بلى هذا بيت عزير. من أنت؟ قالها أنا عزير. قالت له عزير غاب عنا منذ 100 عام، وينك وين أنت عزير؟ قالها بلى أنا عزير. قالها من أنت؟ أنت اللي قاعدة بالباب، أنت منو؟ قالت أنا جاريتهم فلانة. قال عجبت فلانة كانت شباب وجارية عندهم وكذا. زين. عجوز عمية مشوا قاعدة بالباب. زين. أنت فلانة؟ قالت له بلى أنا فلانة، بس عزير عنده علامة. ما هي علامته؟ قالت له عزير مستجاب الدعاء. مستجاب الدعاء بالفعل لأنه نبي من الأنبياء. ادعو الله أن يكشف عن بصري، خل يرجع بصري إلي خاطر أشوفك أنت عزير لو مو عزير. قال وهو ما طلبتي، هو نبي من الأنبياء. شال إذا قال اللهم ارجع لها بصرها بمجرد أن دعا، وإذ أرجع الله إليها بصرها. فكت عينه شافتها هذا منه؟ هذا عزير عمره 25 سنة مولانا ولحيته سوداء وشعره أسود. طبعا أخوه 125 عاش ويا أخوه 25، هو كمل 50 وأخوه 150 ومات في ساعة واحدة. وهذا حبيبي. فقام هذا النصراني، شوف قام هذا النصراني قال والله لا يفد إلي أحد منكم ما دام فيكم هذا الرجل، هذا أعلم أهل زمانه. من أنت؟ قال له أنا ابن نبي آخر الزمان، أنا ابن محمد المصطفى.